بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. معكم قناة سبور 22 دي زاد. اليوم ما جيناش نتكلموا على الرياضة، جينا نتكلموا على المظاهرة اللي راها صارية على عند جوارينا المغرب وخوتنا المغرب، واللي تربطنا معاهم الأخوة وربطنا معاهم الدين وتربطنا معاهم صلة الرحيم، لأن الشعب المغربي هو الشعب الجزائري والشعب الجزائري هو الشعب المغربي. اليوم جينا نتكلموا على الشيء اللي راه صاري في المغرب، ماشي حاجة زعما كيما نقولوا خطيرة ولا واعرة ولا عمدا، فاتت عليها هذا مراحل، فاتت عليهم الجزائر. قضية راهم يطالبوا بحقهم، هذا اللي كنت نقول لكم. الشعب المغربي الحر والأصيل هذا هو، ماشي هذا هو الشعب المغربي اللي مطبع مع إسرائيل، لا لا لا، هذا هو الشعب المغربي الحر، هذا هو الشعب المغربي الحر اللي راه داير تطلب السبيليتي نتاعه ويضرب على حقه، كيما الشعب الجزائري مي كان داير تاني، كان يدير مظاهرة ويطلب على حقه ويضرب على حقه كيف. هذه ماهيش عيب، ولا هذه الثقافة، وراهم مثقفين وراهم واعيين وراهم كيما نقولوا فطنوا، وراهم يطالبوا على حقهم، وراهم يطالبوا على المعيشة تاعهم غلات، وراهم دايرين بوسيبل تاعهم اللي باش يرجعوا المعيشة تاعهم كيما بكري، وطالبين بالرحيل وطالبين بالتغيير. هذا هو الشعب المغربي. على بالي بلي بعض المغربيين يقول لك انت واش دخلك، انت جزائري وانت علاش راك تهدر وانت اش دخلك وتحب بلادك ويدخلوا تاني بعض الناس اللي راهم مع المخزن يدخلوها لك من جهه اخرى، يقول لك اودي انتوما الكابرانات وانتوما توغي بالزيت وتوغي بالحليب. على بالي هذه الاجابه، على بالي بلي هذه الاجابه، بصح هذه الاجابه ما راهش يقول بها الشعب المغربي. هذه الاجابه تاع شكون يقول فيها؟ بعض اليوتيوبر اللي تخلصهم من المخزن، واللي يكره الجزائر واللي ما يبغيش يسمع الصوت الجزائر. هذو هما اللي يردوا عليا بهذا الجواب. اما الشعب المغربي اللي راه في الشارع واللي راه يطالب على حقه ما يواجبنيش بهذه الهضره. انا على بالي انا راني نقول انا مع الشعب المغربي الحر اللي راه في الشارع واللي راه يطالب على حقه، انا راني معاه 100%. وخاصة وعلاه درت هذا اليوتيوب، وخاصة حاجة اللي عجبتني في المغرب، وتحية المغرب من الشعب نتاعها خرج وراه يطالب ضد التطبيع، هذا هو الشعب المغربي اللي كنا نحوسوا عليه، هذا هو الشعب المغربي الحر اللي كنا نحوسوا عليه. وتحيا الشعب المغربي الحر اللي راه خرج للشارع، راه يطالب على الغلاء وعلى حقه. بصح الحاجه اللي عجبتني اكثر من هذه اللي راه يطالب ضد التطبيع. يعني هنايا عرفنا باللي الشعب ما راش راضي بهذا التطبيع، بهذه الدوله نتاعه اللي راه مطبعه مع اسرائيل، ما راهش عاجبها الحال. وبينوا حتى لهذه الخطره، بينوا والشعب المغربي ناض وقال ما راناش حنا مع هذا التطبيع. يبغوا دولتهم، يبغوا السلطات تاعهم، اوكي، هما راهم ضد الغلاء وضد التطبيع، ما همش سيتادير راهم يديروا ضد الدوله تاعهم، يكرهوا الدوله تاعهم. كاش اي انسان واحد يكره الدوله تاعه، كيما الانسان اللي يكره، ما كاش واحد يكره امه او يكره باه. هكذا البلاد ما كاش واحد يكره البلاد نتاعه، مهما الشيء اللي راها دايرته ناقص او زياده. ما كان حتى اي انسان يكره بلاده، الوطن نتاعه، ولا يشكوا به في الوطنيه نتاعه، لا. بصح الانسان حاجه اللي ما تكونش نيشان، سواء في الجزائر او في المغرب او في اي دوله عربيه او دوله اوروبيه. الدوله كيما تكونش نيشان على الشعب تاعها، من حق الشعب تاعها باش ينوض ويطالب على حقه. اي دوله
عربيه، اي دوله اوروبيه دير كيما هاك، ماشي غير المغرب او الجزائر او ليبيا او مصر او لا اي دوله. لكن المغرب نولوا للمغرب عجبتني وراها عجبتنا، ماشي راها عجبتنا كيما نقولوا من راهم في الشارع ولا نحوسوا عليهم الخصومات ولا لا ما يبغيهاش رب العالمين. لا احنا رانا نطالبوا سلميه 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 وتبدا سلميه وتكمل سلميه، ويجيبوا حقهم على الغلاء. زائد حاجه اللي فرحت لهم من الشعب المغربي باش يشهد عليه رب العالمين غدوه يوم القيامه باللي راه ضد التطبيع. هذه هي النقطه الواعره والنقطه الخطيره والنقطه اللي رب العالمين راه يقرع لها، ضد التطبيع. الشعب دروك كيما نقولوا قلع من رقبته هذا الشيء، قلعها المغرب، الشعب المغربي الحر الاسلامي الرجوله قلع على رقبته هذه ضد التطبيع. هذا ما كان. والشيء الاخر من ناحيه الدوله او من ناحيه المخزن، هذيك حاجه ما بينهم بين نفوسهم، بين السياسه تاعهم، وبينهم كذلك بينهم وبين ربهم. اما الشعب سيقلع على رقبته هذه ضد التطبيع، ومن حقهم باللي راهم دايرين كيما نقولوا مظاهره ودايرين سلميه، مظاهره سلميه، خاطر حنا نبغوا غير السلم. سلام.